الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الإخوان ديالنا الأخوات ديالنا أينما كنتم تبارك الله عليكم، وأسعد الله يومكم بكل جميل، صحة وعافية، سلما وسلاما وأمنا وأمانا وغنى وتقوى. بشرى بشرى للمستقيمين على أمر الله، مستمسكين صابرين على دين الله. بشرى لهم كل البشرى ولهم كل الخير، لهم أجر عظيم. هؤلاء أيها الإخوة لا يتغيرون. هؤلاء الناس الله عز وجل جعلهم نورا وبلاغا، لا يتغيرون أمام الفتن مهما عظمت هذه الفتن والبلايا وعمت الآفاق. لا يتغيرون ولا يؤثر فيهم اختلاط أمور الناس. هذا يقول بالحلال وهذا يقول بالحرام، وهذا تابع اليمين وهذا تابع الشمال، والضوضاء والتشويش، عندما يذهب الناس كل مذهب ويسلكون كل طريق، هم لا يؤثر فيهم اختلاط الناس، لأن عندهم القرآن وعندهم السنة وعندهم الحكمة وعندهم الفهم والإدراك الصحيح. ولا يتركون العبادة، لا يتركون العبادة لما يحيط به من الفساد والهرج. الهرج عندما يقل العلم، هذا هو الهرج. الهرج عندما يكثر المفسدون ويقل الصالحون، يقل العلم ويكثر الجهل. الحليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحليم العالم بدقائق الأمور وبفقهيات الدين وبأصول الدين والشريعة، هذا يصبح خيرا، فما بالك أنا وأنت الناس العوام؟ يصبح فيه وتقع الأحداث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقع الأحداث العظام، هنالك ابتلي المؤمن وزلزل زلزالا شديدا. اسمع شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما رواه الإمام مسلم: العبادة في الهرج، في هذا المناخ، في هذه الظروف، ظروف البلاء والشدة العبادة في الهرج كهجرة إليه. روى الإمام الطبراني، وهذا الحديث هذا صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف الكلمة ديالو فيها إشفاق، كلمة ديالو فيها يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشغول البال على الأمة، مشغول البال صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم. يقول الصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر. الله أكبر. المستمسك فيهن، شوف، المستمسك حاجة قابضها عندك تهرب من يدك. المستمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه من الهدى ومن الخير ومن الطاعة ومن الزهد ومن التجرد، وفي الخير أجر 50 منكم. قالوا في تعجب وغرابة: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. أيها الإخوة الأعزاء، في هذه العجالة المختصرة، في هذا المرور، أسأل الله عز وجل أن ينفع به، أن ينفع كل من سمع هذا الكلام، أن ينفع به يا رب العالمين. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الوقت من يصبح الإنسان مستمسك بدينه، قابض عليه رغم المغريات ورغم الشبهات ورغم الغمز واللمز ورغم الانتقادات والتحديات. يأتي على الناس زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. شوف كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الدين. عارفين ايش هو الصبر على الدين؟ الصبر يعني الثبات على أحكام الدين وتعاليم الدين والهدي، كالقابض على الجمر. أرأيتم كيف يشبه النبي؟ أرأيتم إلى أي حد أيها الإخوة يجب أن نستمسك بالصبر على الدين؟ ومن أراد الاجتهاد والعبادة والعمل فعليه بعمل الصحابة والسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، لأن ذلك هو الطريق، ذلك هو الهدي المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم الخير والثبات على الدين حتى نلقى بكلمة التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.